السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غدا يوم الجمعة ده لازم يكون مختلف تماما عن أي يوم تاني. لازم تسيبي طراز خاص لأولادك لما يسيبوكي وينفردوا بحياتهم الخاصة يفتكروكي بيه. معايا ايه هنا؟ طبعا يلا بينا نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد ونشوف احنا عملنا الطواجن الجميلة دي ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. معايا قطعة من اللحمة، أي لحمة، لحمة بعظم، لحم غنم، براحتك خالص. المهم ان هي تكون لحمة ملبسة او لحمة فيها نسبة من الدهون. طيب ومعايا ايه كمان؟ ومعايا بطاطس. طبعا اللحمة هتتغسل وتتسلق عادي جدا وهوريها لكم في الطريقة ان شاء الله. ومعايا بطاطس وطماطم وبصل وقرن فلفل وتوم. انا بحب جدا جدا البطاطس ان انا احط لها توم. بعد كده انا بغسل الخضار بعد ما تقشر زي ما انتوا حضراتكم شايفينه كده، بس طبعا بغسل الطماطم زي ما هي. التوابل اللي هستخدمها معايا ورق لوري وحبهان وفلفل اسود وكبابه صيني وتوابل مشكله براحتك خالص. طبعا بطحنها في تكة انا بعملها في صينية البطاطس او في طاجن البطاطس بتوديه في حتة تاني خالص. ان انا بحمص التوابل على النار مع الكزبرة الحب، ورق لوري وحبهان وفلفل اسود وكبابة صيني على النار مع شوية من الكزبرة المطحونة. بيدوبك بس كده اشم ريحتهم هتنقل الصينية او الطاجن في حتة تاني خالص. بجد 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 يعني جربيها. بعد كده بطحن التوم مع قرن من الفلفل العادي الرومي، مش التوم راس حلوة كده، وقرن فلفل رومي علشان ما يكونش مشطشط. حابة تعمليه مشطشط براحتك، حاجة ترجعلك. هعمل ايه دلوقتي؟ طبعا هسلق اللحمة. هحط كده معلقة من الزبدة او السمنة وهشوح فيها اللحمة علشان خاطر تبقى ايه، يعني ان هي ما تنزلش الميه بتاعتها. وبعد كده بسلقها عادي جدا، بحط لها البهارات بتاعتها وبحط لها طماطم وبحط لها بصل. ولما تتسلق كده وتستوي تماما معايا بطلعها من على النار زي ما حضراتكم شايفين كده. طريقه سلقه عاديه جدا ما فيهاش اي افتكاسه ولا اي حاجه. تمام. هجيب البصل بتاعي. بصوا انا عايزه دلوقتي اميز الطاجن اللي انا هعمله اللي هدخله الفرن. هميز الطاجن ده عن صينية البطاطس وعن طبيخ البطاطس. فانا هعمل ايه؟ حطيت معلقة من السمنة على النار وشوحت فيها يدوب البصل يطلع نكهته، وبعد كده نزلت عليه بالثوم اللي انا فرمته، وبعد كده نزلت عليه بالطماطم زي ما حضراتكم شايفين الخطوات زي كده. وبعد كده اديته التوابل بتاعته والملح وخليته لما يستوي شوية، ونزلت بالبطاطس تاخد غلوتين كده على العالي وتستوي. وبعد كده هدخله فرن سخن. واذا عجبتكم وصفاتي هتضغطوا لي لايك وشير وتفعيل للجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوني مميزة.